أغمض عينيه عن جثث الأطفال المحترقة في ردى، وصم آذانه عن صراخ النساء في تعز. واليوم يفتح حنجرته فجأة بالعويل تحت مسمى حماية المدنيين، عندما اقتربت القوات المسلحة الجنوبية من منابع ثرواتها المنهوبة وطرق التهريب والإرهاب. إنها ازدواجية المعايير في أقبح صورها، حيث تقاس السيادة بمقدار التدفق في الأنابيب لا بكرامة الإنسان. أين مجلس الدفاع الوطني؟ أين بيانات الإدانة؟ أين طلبات الحماية الدولية للمدنيين في صنعاء وكافة المحافظات اليمنية الخاضعة للحوثيين، حيث يعيش الناس تحت رحمة الميليشيا التي تعيث في الأرض فسادا؟ وأين الحماية في تعز، حيث تغتال النساء أمام أعين المارة وعلى يد ميليشيا الإخوان المنضوية تحت عباءة شرعية العليم؟ لم نجد تحقيقا ولا محاسبة ولا حتى تغريدة خجل، بينما يتحرك العليم فقط عندما تمس مصالح النافذين ومخابئ الإرهاب، ولا يتذكر مفهوم الدولة إلا عندما تتعلق المسألة بعرقلة إرادة شعب الجنوب العربي. أما دماء الشمال فلا تعني للعليم ومجلسه شيئا، لأن الضحايا هناك لا يحرسون مصالح النافذين ولا يملكون خطوطا لتصدير النفط. يتحدثون اليوم عن الأمن وهم أرباب الفوضى، ويستهدفون النخبة الحضرمية التي اجتثت الإرهاب وصنعت نموذجا أمنيا فريدا في ساحل حضرموت شهد له القريب والبعيد. لماذا اليوم يطالبون بتمكين جيشهم الوطني هناك؟ وأين كان هذا الجيش عندما كانت القوات الجنوبية تخوض معارك الوجود ضد قوى التطرف والإرهاب؟ أين كان جيشهم العرمرم من مواجهة ميليشيا الحوثي في الجبهات؟ الإجابة واضحة: هذا الجيش لا يعرف خارطة الطريق إلا إذا كانت تؤدي إلى منابع النفط أو لحماية طرق تغذية وتمويل الإرهاب في الجنوب. أما القوات المسلحة الجنوبية فتحركت في عدن ولحج والضالع وسقطرى وأبين وشبوة وساحل حضرموت، وطهرت الأرض من دنس الإرهاب والمشاريع المشبوهة، ولم تنتظر إذنا من أحد ولن تنتظر. واليوم عندما حانت لحظة طي صفحة النهب من منابع النفط بوادي وصحراء حضرموت، خرجت ثعالب الشرعية لتعوي تحت مسمى الدولة، الأمر الذي يضع السؤال المنطقي الواحد: عن أي دولة تتحدثون؟ دولة المديرية الواحدة أم دولة الفنادق التي لا ترى في الجنوب سوى بقرة حلوب؟ لكن الحقيقة أن الجنوب لأبنائه ولن يكون موطنا بديلا لأحد، وأن عويل الثعالب لن يوقف زحف الكواسر.